عمر 10 دقائق. المفروض احنا نبدا الجوله، لكن ان شاء الله الناس 5 مرات نوقف عشان احسن راجل فقط حبيبي. بس اشهر واحد يا ابو صلاح يا عم. يا عم انتوا كلكم ده مسح تاريخ ابو تريكه يا عم. اوعى احنا حنشتغل ولا تاخذ صور مع معجبينك يا عم؟ يا عم دي اهم احسن نعمه، اكبر نعمه. صحيح. والله. وانت تستاهل كل خير يا عم. يا عم ربنا يحفظك. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف كم مسافه؟ 24 كيلو. مذاكر ولا غاشش؟ ها؟ الاثنين. اي اوكي. لا بس مذاكر. لا من الدوحه للاستاذ احمد علي. بس حسب السواق بقى. ما هو هذا نعمل ايه بس؟ نعمل ايه بس يا اسطوره؟ انا اتعلمت السواقه بس على عربيه مانيوال. كنت بعمل ايه في الاول؟ عشان تغير تجيب الاول ولا الثاني. أيوه. تبص تحت. خلينا نرجع لكاس العالم. مسافه الان بين مقر رئيس اللجنه العليا للمشاريع والارث في كورنيش الدوحه وبين الاستاد اللي راح يستضيف باذن الله كاس الامير 24 كيلو. صح. واحنا يمكن سافرنا وغطينا بطولتين كاس عالم مع بعض. تمام. فنتذكر كيف كانت معاناه التنقل بين الملاعب. صح. اليوم تقريبا 55 كيلو بين اقصى ملعبين، بين ملعب البيت في الخور وبين ملعب الجنوب في الواكرة. ده ميزه من مميزات كاس عالم قطر 2022. يعني صحيح هو اسم اللجنه يعني مسؤوله عن كاس العالم اللجنه العليا للمشاريع والارث. جانب الارث عند كثير من الناس كاسم يعني قد يمر مرور الكرام، بس يمكن بالنسبه لك ولي كرياضيين تعرف اهميه الرياضه في تاثيرها على الانسان. صح. واليوم لما نشوف مثلا جنوب افريقيا كانت تجربه ممتازه، روسيا تجربه ممتازه. فاليوم احنا لما نشوف الفكره من تصميم الاستادات مثلا انه تم استشاره اهالي المنطقه. وانا اعتقد اليوم كرياضي انه مهم جدا انه البلد تاريخها وحاضرها ومستقبلها يكون في اولى الاولويات في التفكير في اي حدث، ما يكون فقط تفكيرنا في شهر. صح. لان الشهر بيمر بسرعه. ايوه صح. هذا الاستاد بالمناسبه اخذ جائزه من ناحيه الاستدامه، لانه 90% من مخلفات الاستاد السابق استاد الريان استاد احمد بن علي تم استخدامها في الملعب الجديد. حلو الملعب ما شاء الله. ها طبعا. 40,000 ال 20 بعد كاس العالم 20,000. ده الارث اللي انا بقول لك بقى، الارث الخارجي. بس انت لاحظت واحنا جايين المنطقه مول عملاق ما شاء الله، المترو يوصل، مواقف كبيره، حدائق. شوف ما شاء الله ملعب تدريب رئيسي. هذه المنشآت اصلا تكون نادي الريان. هذا الاستاد اللي هيجي الاستاد ده فكر ثقافه جديده، يعيش الاكسبيرينس، تجربه ويعيش يوم. انا اول مره ادخل هذا استاد جديد. طبعا ان انت اول مره يبقى انا اول مره. ما شاء الله. لا قد يمكن داخل وراي لان انت مذاكر وراي وحافظ معلومات، فقد يمكن داخل مذاكر نظري، ده عملي. بس جميل ما شاء الله تبارك الله. وبعدين واضح ما شاء الله ان الارضيه جاهزه لاستضافه النهائي. طبعا احدث الاعشاب، العشب طول العشب، نظام الاضاءه طبيعيه، تكييفات. غرف الملابس دائما يقولون غرف الاسرار يعني. بس صار اهتمام في جودتها وفي الامكانيات اللي فيها وجمالها الفتره الاخيره من اهم يعني صراحه الشيء اللي يميز استاد عن استاد. المساحات، لان زي ما بقول لك يا محمد ان دي اهم لحظات قبل ما تخش المباراه. كل واحد بيبقى له خصوصياته. تفضل خذ خصوصيتك يا استاذ. انا ان شاء الله احمد. انا كنت على طول بقعد في النص. في النص. نص تتفائل كده ولا؟ لا يعني النص بحس ان انا ابقى اشوف الشمال ويمين، لان انا كنت بقى مهتم قوي. بس كان عندكم مكان حق اللاعب محدد يعني؟ في النادي في التدريب اوكي، انما في بعض الاستادات لان كان استادات مختلفه ما لناش استاد مخصص اللي يجلس عادي. فالدريسنج روم بيحصل فيها اسرار. تغير اشياء كثير في ارض الملعب. ايوه طبعا، قبل وبعد. عشان كده بعض المدربين ما بيديش تصريحات على طول بعد المباريات، لازم يخش هنا الأول يفهم الوضع، يفهم كذا ويهدي. ايوه نلف نشوف غرفه ملابس. انا كده.
صح؟ ليش تواضع يعني؟ انت خلاص يعني طلعت من اللاعب يا ابني احنا الآن بنصور ما شاء الله. بس المكان حلو صراحه. مكان ممتاز، بس الصراحه كل مكان في الاستاد في اي مقفول. لاحظت الاسد؟ اسد؟ شوف الرسمه اللي في النص، وهذه نفس اللحيه مالت الاسد، لانه اصلا شعار نادي الريان الاسد المهيب اسمه، فهناك موجود اسد وهناك موجود. وعلى فكره مكمل اللي فوق، شوف دول الاربعه دول، واللي فوقهم شو مكمل أيوة شعره فوق، لا حتى اللي فوق. والله زعل حاضرين. اي خدمه، لو عايز ترسم مدرجات وشي تقدر تكلمني.